أنا ودي أوصل رسالة واضحة حق الحكومة الكويتية وحق الشعب الكويتي. صراعنا مع العراق صراع حدود ولا صراع وجود؟ أنا أعتقد أنه صراع وجود أكثر ما هو صراع حدود. العراق لا يحترم أحد إلا من يمتلك القوة، وبالتالي لابد من بذل القوة. هناك مثل صيني واضح: تكلم بهدوء وبيدك عصا غليظة. العراق عرفناه على حقيقته مو من 1990، من زمان، وكان يجب أن نتعلم من أخطائنا. أعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل تربون به عدو الله وعدوكم. حتى هذه اللحظة نستأذن منهم. من هم عشان نستأذن منهم؟ الكويت تعرف أن وفد عراقي جاي، تتنازل عن المرحلة الرابعة قبل أن تتفاوض معهم. ينخفض قدرات الميناء من 60 مرسى إلى 24 مرسى، ثلثينه يلغى عشان سواد عين العراق. عسى العمى إن شاء الله. العراق ما احتاجه في شيء. أنا أتفاهم مع العراق على شنو؟ ما أتفاهم معاك غير بلغة القوة. أبي حقي، وحقي تدفعه بالكامل وغصبا عليك، بالقانون وبالدستور وبسياسة القوة. من هو العراق العظيم اللي يسمونه هذا؟ العظمة لله سبحانه وتعالى. الدراجي ومجموعته قبيلة تهدد باحتلال ما يسمى بالحدود الكويتية العبدلي. أنت تمد يدك علينا، والله لا أردك مو دراجة، أردك قاري، أردك سيكل مرة ثانية. من أنت حتى تسوي فينا كل هذا؟ صار راح أطبقه. العين مو بعين، العين بعيون، والسن بسنون، والنبالم بالنبالم، والعمق بالعمق، والبادي أظلم. وين ما بسم الله عليك. صدام نفس الكويت، صدام نفس الكويت. مش صدق انت؟ شنو هذا؟ اي غزو، اي دش الكويت، فوضى هي، ماكو قوانين، ماكو حدود. ما خذ حقه بحبك شو ما خذ حقه.